دايما لما بنسمع عن جريمة أول سؤال بيجي في بالنا مين الشخص اللي عمل كده، ولكن في حالات كتير الإجابة مش بتكون واضحة. هنا بيجي دور أبطال الظل، الناس اللي بتحول خيوط الجريمة الصغيرة لأدلة دامغة وحقيقية. النهاردة هنتكلم عن عالم غامض ومثير، عالم مليان بالأسرار والخبايا. العالم ده هو عالم الطب الشرعي، بيجمع لنا بين العلم والتكنولوجيا، بين العدالة والقانون. الطب الشرعي مش مجرد تخصص طبي عادي، ده علم كامل مبني على تحليل الأدلة الجنائية من ساعة وقوع الجريمة لحد ما المحكمة تبدأ تنطق بالحكم. كل تفصيلة صغيرة فيه ممكن تفصل بين الإدانة أو البراءة، زي عندك فحص الدم وتحليل الحمض النووي، حتى الألياف الصغيرة اللي ممكن تكون موجودة في مكان الجريمة. وكل ده بيدخل ضمن اختصاصات الطب الشرعي. باختصار كده هو علم بيستخدم العلوم الطبية والبيولوجية والكيميائية علشان يحول لنا المجهول لمعلوم. كمان نقدر نقول إن الطب الشرعي هو الجسر اللي بيربط بين الطب والقانون. دوره بيبدأ من مسرح الجريمة وبيستمر لحد وصول التقرير النهائي للمحكمة، وهدفه الأساسي في كل خطوة هو كشف الحقيقة وتقديم الأدلة اللي بتقود للعدالة. لما نيجي عزيزي المشاهد لواحدة من أهم أدوات الطب الشرعي وهي تحليل البصمات، واحدة من أقدم الطرق اللي بتستخدم لتحديد هوية المجرم. عايز أقولك إن البصمة بتكون بمثابة التوقيع الخاص بكل واحد فينا. مستحيل يكون في بصمتين متطابقتين لنفس الشخص حتى لو كانوا توأم، ولو الجاني ساب بصمته الطب الشرعي بيقدر يحدد مين هو الشخص ده بكل سهولة. لو رجعنا للتاريخ هنلاقي إن أول استخدام للبصمات في حل جريمة كان سنة 1892 في الأرجنتين، واللي كان سبب في إدانة جاني بالقتل. التقنية دي عزيزي المشاهد بقت أداة أساسية في التحقيقات الجنائية على مستوى العالم. كمان مع التطور التكنولوجي بقى في أجهزة متقدمة جدا بتقدر تحلل البصمات في دقايق. هتقولي إزاي؟ هقولك إن هي بتقدر تطابقها مع قاعدة بيانات بتكون مليانة بالبصمات في وقت قياسي. ده بيساهم بشكل كبير في حل آلاف القضايا سنويا وبيقربنا خطوة من العدالة. لو جينا بقى دلوقتي للتكنولوجيا اللي غيرت من قواعد اللعبة في الطب الشرعي، لازم نذكر الحمض النووي DNA. حتى لو مر سنين على الجريمة وتلاقي عينة DNA ممكن توضح لنا الجاني. وأول استخدام للحمض النووي في الطب الشرعي كان في قضية بريطانية سنة 1896، ساعدت في براءة متهم بريء وإدانة الجاني الحقيقي. كمان دلوقتي بقت تقنية DNA أداة أساسية مش بس في القضايا الجنائية، كمان في القضايا الأبوية وتحديد الهوية للضحايا في الكوارث الطبيعية. الأمثلة على قوة DNA لا تعد ولا تحصى، لو قعدنا نتكلم عنها من هنا للفيديو الجاي مش هنقدر نخلص. وده طبعا بيثبت لنا إنها وسيلة حاسمة في الوصول للعدالة. كمان في حاجات تانية ما تقلش أهمية عن اللي ذكرته، وهي اختصاص تحليل السموم. السموم عزيزي المشاهد ممكن تكون سبب في الوفاة بدون ما تظهر أثر واضح على المتوفي. من خلال تحليل الدم والأنسجة بيقدر يكتشف العلماء إذا كان في وجود مواد سامة أو لأ. التحليل ده مش بس بيساعد في تحديد سبب الوفاة، لكن كمان في تحديد نوع المادة السامة وكمية الجرعة اللي اتاخدت. متخيل عزيزي المشاهد الدقة واصلة لحد فين؟ وواحدة من أشهر القضايا اللي اعتمدت على التحليل الكيميائي قضية وفاة الممثلة المشهورة مارلين مونرو. اكتشفوا في جسمها نسبة عالية من الباربيتورات. يعني باختصار التحليل الكيميائي بيلعب دور مهم جدا في الكشف عن السموم، سواء بقى كانت بفعل متعمد أو كانت عن طريق الخطأ. وده بيحط نقطة في نهاية سطر الغموض. أحيانا بيبقى كل اللي فاضل من الجريمة هو العظم، وده دور تحليل العظام اللي بيظهر هنا بوضوح. علماء الطب الشرعي بيقدروا يحددوا العمر والجنس وأحيانا العرق لو كان في كسور أو علامات على العظم. كمان بيقدروا يحددوا لو كان في أي أمراض أو تشوهات موجودة على الشخص قبل وفاته. في قضايا كتير تم فيها تحديد هوية الضحايا بعد مرور سنين طويلة من اختفائهم، وده بفضل تخصص تحليل العظام. هل التكنولوجيا بتلعب دور في الطب الشرعي الحديث؟
في الحقيقة التطور التكنولوجي غير شكل الطب الشرعي تماما. عندك النهاردة مثلا بنشوف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخدام تقنيات التصوير المتقدمة في الكشف عن أدلة جديدة. الأدوات الرقمية بقت جزء لا يتجزأ من أدوات الطب الشرعي، من تحليل بيانات التلفزيون لحد تتبع الأنشطة على الإنترنت. التكنولوجيا الحديثة مش بس سرعت من عملية التحقيق، لكن كمان زودت من دقة الأدلة اللي بنجمعها. في النهاية نقدر نقول إن الطب الشرعي هو الحارس الصامت للعدالة، هو اللي بيحول المجهول للمعلوم وبيكشف لنا الحقيقة المخفية ورا ستار الجريمة. ومع تطور التكنولوجيا أصبح الطب الشرعي أداة قوية جدا في تحقيق العدالة وكشف الغموض. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. الله غالب. سلام.